ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى انا جايه لكم بوصفه ما اعتقدش ابدا ان حد هيقدر يقاومها. ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق في تحضيرها، وطعمها حرفيا خيال. النهارده هنعمل طبق جمبري وصبيط بالكريمه. انا متاكده ان انتوا هتنبهروا. اول حاجه هنحتاج طاسه نحط فيها معلقتين كبار من الزيت ومعلقتين كبار من الزبده، ونسيحهم وننزل عليهم ببصله مفرومه فرم ناعم، وناخدها كده تشويحتين. وبعد كده هننزل بمعلقه كبيره من الثوم المفروم، وهنقلب لحد ما نحس ان ريحه الثوم بدات تطلع، وان البصلايه ما احمرتش بس وصلت للون الاصفر او الجولد اللي انتوا شايفينه. تاني حاجه ده نص كيلو جمبري ونص كيلو صبيط. قطعت الصبيط الاتنين، والجمبري كان حجمه وسط، نزلت الجمبرية زي ما هي. بنديلها بس كده تقلبتين 3 الجمبري والصبيط، اكتر حاجة ما بتاخدش وقت سوا على النار. بعد كده هننزل بالتوابل بتاعتنا، هننزل بملح، وبعد كده هننزل بفلفل اسود وكمون. الوصفة دي ما بتحتاجش توابل كتير او بهارات كتير. مش في كل حاجة دايما البهارات الكتير او التوابل الكتير بتنفع. ساعات التوابل لما بتبقى كتير قوي بتطغى على الطعم. وبعد ما نزلنا بالبهارات بتاعتنا هنديلها كده تقلبتين 3، مش اكتر من كده. وبعدها انا جبت عندي فلفل الوان وفلفل اخضر، قطعتهم كيوبس صغيرة زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ نقلبه مع الجمبري بتاعنا والصبيط. برضو كل حاجة بنديلها كده تقلبتين 3، مش اكتر من كده. وبعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من الدقيق. لو انتوا عايزين الصوص يبقى خفيف ومش ماسك في بعضه قوي زي ما انا بحبه كده، حطوا معلقة واحدة من الدقيق. لو انتوا عايزينه اكتر من كده او الصوص ماسك نفسه شوية، هتحطوا معلقتين كبار. ونزلنا عليها بحوالي كوباية وربع من الكريمة ونص كوباية من اللبن. هنديلهم غلوة واحدة بس على النار، مش اكتر من كده، لان هو هيكمل سواه في الفرن. انا هنا كنت ضفت شوية موتزاريلا بس نسيت اصورها علشان نوصل للقوام اللي هو حسوا ان هو مطاطي شوية. وبعد كده جبنا قارب البايركس بتاعنا وهنحط فيه الجمبري اللي احنا سويناه. الجمبري ما بياخدش في الفرن برضو وقت كتير، هو برضو اخره 10 دقايق ربع ساعة ماكسيمم في الفرن، بس الجبنة تسيح والكريمة تاخد لها غلوة. وبنخرجه، ما بنسيبوش وقت طويل علشان الجمبري بتاعنا ما يشدش معانا. وعلى الوش بقى بنحط شوية موتزاريلا. انا الموتزاريلا ممكن باينة في الفيديو هنا ان هي ماسكة في بعضها، بس هي كانت في الفريزر وانا خرجتها فترة طويلة، فممكن تحسوا ان الجبنة مسكت في بعض شوية. وبندخلها الفرن بس الجبنة تسيح وتاخد لون زي ما انتوا شايفينه، وبنخرجها على طول. طعمه من ورا الخيال، هيبهركم. حتى لو انتوا ما بتاكلوش الاسماك هتحبوا الطبق ده. جربوه والف هنا.